هاي أول بداية افتتاح بالبسملة مؤسسة ابن البواب للفنون الإسلامية، افتتاحها بسم الله الرحمن الرحيم بخط الأستاذ حمدي الدنيمي وبحضور الدكتور عبد المنعم خيري رئيس المؤسسة. إن شاء الله فاتحة خير يا ربي. بالنسبة للمكان هذا احنا جهزناه من رحلات جدا من هاي الدراسة الجامعية إن شاء الله ندي دورات على خير وبركة، والحمد لله إن شاء الله فاتحة خير. إن شاء الله نحدد الأيام اللي نفتح فيها المؤسسة، مقر المؤسسة، وإن شاء الله تصير لنا مراجعات والتمارين والدورات النشاطات تستمر إن شاء الله هنا بجهود الطيبين وجهود الخطاطين المبدعين. واحنا طبعا مؤسستنا مو بالخط فقط وانما بالرياضه الاسلاميه، الزخرفه، منمنمات، المخطوطات، علم المخطوطات، صيانه المخطوطات، تحقيق المخطوطات ان شاء الله، لان احنا عنايتنا بالفن الاسلامي ككل. الفن الاسلامي يشمل الخط والزخرفه وكتابه المصاحف وتجديد المصاحف وصناعه الورق والحبر، هاي كلها طبعا احنا ان شاء الله عندنا ايدي بها فنانين ومحترفين ان شاء الله. سنقيم الدورات ان شاء الله، كل تخصص نعطيه حقه ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله يعني يكون ماكو جماعه دورات خطيه ان شاء الله، دورات خطيه بالرياضه، خط، زخرفه، محاضرات ان شاء الله. عندنا يعني طبعا في دار العلاقات الثقافيه في وزاره الثقافه ان شاء الله نستمر. والله كريم ان شاء الله. فاتحه خير ونتمنى التوفيق للجميع يا رب. امين. واحنا بخدمه الطلاب وخدمه كل من يريد يتعلم. بالنسبه لكلا الطرفين ان شاء الله ستكون دورات لكلا الجنسين، بنين وبنات ومختلف الاعمار. كل من يريد يحسن خطه ان شاء الله هناك عندنا اساتذه مختصين بهذا الشيء، واللي يريد يتعلم خط ايضا من معاهد الفنون، كليات الفنون الجميله ايضا عندنا محترفين وخطاطين مرموقين وعندهم يعني باع بالخط العربي. فان شاء الله فاتحه خير لكل الطلبه والكبار والصغار الى تحسين خطهم ان شاء الله. واحنا مع الاسف عندنا يعني هاي الكتابه شويه يعني ضعيفه عند بعض الناس، المدارس شويه مع الاسف قاصره، وهذا ما طرحه السيد معالي وزير التربيه، لانه وصى القائمين على الامتحانات الوزاريه قال اكثر الطلاب يكتبون من وراء الخط لان الكتابه مالتهم ضعيفه، لربما هو يستطيع الاجابه شفويا بالاجابات الصحيحه ولكن خطه ضعيف يمكن ياثر عليه، لربما يرسل من وراء الخط. فاحنا ايضا حصلنا موافقه من معالي الوزير بانه نفتح دورات لتحسين الكتابه، وانطانا كتاب معنون الى مديريات الكرخ ومديريه الرصافه باقسامها الاولى والثانيه والثالثه. وان شاء الله مستمرين في هذه السنه، سنفتح دورات للمعلمين وللطلبه ان شاء الله بالاتفاق مع مديريات النشاط المدرسي، وآية فاتحة خير إن شاء الله يستفاد منها الطلبة جميعا. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وبارك الله فيكم وجهودكم مشكورة وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. يعني احنا أول معركة خاضوها الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأسرى بأنهم يعلمون القراءة والكتابة. فإحنا إن شاء الله امتدادا لهذه التوصية، توصية رسول الله عليه الصلاة والسلام وآل البيت، بأنه سأل الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين قال: يا رسول الله، هؤلاء الكفار ماذا يعلمون؟
قال يعلمون القرآن كتابة وقراءة. فمشت من هذاك الوقت يعني انطار منهج بأنه يعلمون الكتابة ويعلمون القراءة، وهذه طبعا مبادرة إن شاء الله احنا مطبقيها وفيها أجر عظيم إن شاء الله، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاحنا الدورات السابقة طبعا المؤسسة من كان تجمع خطاطي العراق، وبعدين أصبحنا مؤسسة أكملنا 4 مصاحف الحمد لله، منها الكتابة الجيدة، ومنها احنا كان الهدف الأول بصراحة لأنه كسر حاجز الخوف عند الخطاط بعدين وشفنا يعني تجارب حلوة كانت يعني مع الخطاطين، وصارت قصص عليها مباركة، لأنه بعض الخطاطين كان يتخوف بأنه يعني قسم من الخطاطين يقول لي سطرا ما كاتب نسخ، بعدين كتب لنا 20 صفحة من أبدع ما وصلنا إليه. يعني بلغ مدى الخطاطين اللي شاركوا تقريبا 104 خطاط. الوجبة الأولى كانت 30 خطاط من جميع المحافظات، الوجبة الثانية أيضا 30 خطاط، الوجبة الثالثة 30 خطاط، 15 خطاط كل واحد خط جزء، والوجبة الرابعة 30 خطاط كل واحد خط جزء. فإن شاء الله فاتحة خير. احنا ليس في مجال الخط نعمل، ونعمل إن شاء الله فتح دورات الزخرفة وفتح دورات لتحسين الكتابة والمخطوطات، وإن شاء الله صيانة المخطوطات وتحقيق المخطوطات، وعندنا خبراء أيضا إن شاء الله سيحاضرون في هذا المجال، كذلك في الرياضة الإسلامية إن شاء الله. أهلا أستاذ إبراهيم، سلام أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا. تفضل دكتور. إن شاء الله أستاذ إبراهيم راح يهدينا. أهلا وسهلا. ما لا يهدي هذا المكان.